هاي يا حلوين، طولت عليكم بعد. هلا جاي لحتى او صورت هذا الفيديو لاني عن جد ما لقيت مثل اليوتيوب، بالذات لما كنت عم اعاني من مشكلة قضم الاظافر اللي انا متأكدة انه في كتير بنات كتير نفسهم هيك يوصلوا اظافرهم تطول وتكون قوية ما تتكسر مثل اظافري. قبل ما بلش احكي لكم قصتي مع قضم الاظافر بدي احط لكم صور شكل اظافري كيف كانوا مشان من الاول تصدقوني وتاخدوا الثقة. حرفيا هاي كانت شكل اظافري، ما بعرف كيف كنت مستحملة هذا الشي، بس الحمد لله تخلصت من هاي العادة. والله وانا بهاي العادة كتير كنت فوت على اليوتيوب شوف فيديوهات مثلا اسمع، يعني كان في ناس مثلا تنزل فيديوهات عن قضم الاظافر وحلول لحتى نبطل هاي العادة، وكان في كتير حلول، بس انا ما رح اجيب لكم هاي الحلول لانه بصراحة ما فرقت معي، فمثل ما هي ما زبطت معي اكيد ممكن ما زبطت مع غيري، فانا رح اجيب لكم من الاخر واحكي لكم يعني هي قصتي من الاول. انا من زمان حرفيا من انا صغيرة، يعني 10 سنين 11 سنة وانا معي هاي العادة اصلا، وضلت معي شي 6 7 سنين مثلا. حرفيا انا ما صار لي سنة مبطلتها، يعني انا هلا عمري 20 ما صار لي سنة مبطلتها. اوكي، المهم يا حلوين انه حاولت طبعا كتير من قبل، يعني حاولت مثلا مرة جبت المانيكير اللي عملوه بيكون طعمته مر مشان انه لما تحطه على اظافرك وتجي تحط ايدك بتمك انه نقرف يعني، او بيطلع طعمة مر فظيع يعني، او اذا اول مرة هيك بتدوقوه مستحيل تستحملوه. بس حصل شو صار، انا تعودت على طعمة المر وصار ما يفرق معي. تخيلين انا عم بحط هذا المانيكير واكل اظافري عادي وما عاد حسيت بطعمه، لساني اخذ على طعمه. يعني طب شو في حل؟ يعني هذا يمكن اكتر شي حسيته اخر شي هيك شي حل قوي مثلا. حاولت هيك اوقات انه خلص بطلها بدأوا يطولوا شوي، بس مع ذلك بصراحة ما زبطت معي، لغاية ما انا مرة يعني اشتغلت بعيادة اسنان وصار عندي وعي كتير كبير عن الاسنان، وصرت عن جد هيك فتت بحالة من الحالات اللي شفتها بالعيادة، يعني صرت كتير خاف على اسناني بشكل مو طبيعي، يعني صار عندي خوف فظيع، حتى صرت احلم انه اسناني عم تتكسر واسناني عم توقع واسناني مدري شو من كتر ما انا خايفة عليهم. فاللي صار انه وانا عم باكل اظافري صار اسناني يوجعوني عن جد، بحس هيك بشغلة. انا لما حسيت هذا الشعور وانا بلحظة اصلا اني بخاف على اسناني كتير قلت لا مستحيل. صرت كل ما احط ايدي بتمي ويوجعوني هيك اسناني جن لا بدي بطل، لا ما عاد صرت هيك انه مجرد ما احط هيك شيلها فورا. فهون شو صار، انا استخدمت خوفي من شيء معين كحافز، يعني حرفيا اخذت خوفي هاد حولته لقوة كثير كبيرة اني انا اوقف هيك عادة صار لي عليها سنين. فمو دايما ممكن يكون حل لمشكلة هو شي بيشبه مانيكير اظافر ولا كلي كذا ولا حط توم ولا حط مدري شو، لا ممكن يكون الحل شي يعني مثل ما انا هيك كنت خايفة على اسناني كتير، سبحان الله تلقائيا صرت شيل ايدي فورا من خوفي على اسناني. فجأة هيك بتمر الأيام بتطلع هيك ولا بلاقي أظافري بلشوا يطولوا، ماني مصدقة حالي بصراحة، ولحالي بطلت وقتها وبلش أظافري يطولوا الحمد لله وصلوا لهيك شي. بس رجعت بعدها كنت دخلت بحالة مرضية كتير كبيرة وقصيتهم، فرجعت للعادة حرفيا. لما رجعت لها حسيت خلص مستحيل اقدر ارجع بطلها. حاولت وفشلت، هيك كنت عم اقول لحالي حاولت وفشلت، بس لا يا جماعه والله ما في شيء اسمه. اكتشفت عن جد انه انتو عادي بتحاولوا بتنجحوا بتفشلوا بترجعوا بتحاولوا بتنجحوا، طالما انتو حاولتوا ونجحتوا حتى لو فشلتوا بعدين اذا انتو فيكم ترجعوا تعملوا هذا الشيء. قلت بعد ما طلعت من حالة اليأس اللي انا فيها، يعني بعرف الموضوع يمكن كبرته شوي بس عن جد موضوع كتير بهمني كان موضوع اظافري هذا. فبعد ما حاولت اني اطلع من هاي الحالة بلشت اقول لنفسي مثل ما انتي اول مرة زبطت معك هلا فيها تزبط معك. بلشت كمان ارجع شيل ايدي من تمي الحمد لله وحاول بطل هاي العادة. هلا انا بعملها لما بكون متوترة او لما بكون عم فكر بشيء، انا هلا بقعد بعمل هيك مثلا، بعمل هيك او الا ما هيك، بس ما عاد يعني قدم اظافر لا خلص خلصنا من هاي العادة الحمد لله. ومثل ما عم لكم يعني هي صار شكل اظافري، ماني مصدقة عن جد ماني مصدقة انه اظافري وصلوا لهيك، فالحمد لله. بس انتو مثل ما انا مثلا حولت الخوف لقوة،
فكرة في كتير أشياء بحياتكم، يعني بعيدا عن موضوع الأظافر بقى، أوقات بحياتنا كتير بنخاف، في كتير أشياء بنخاف منها. صدقوني إحنا ممكن نقلب هذا الخوف لقوة، نقلب هذا الخوف لخطوة كتير كبيرة بحياتنا. بس فبتمنى تكونوا استفدتوا، بتمنى هيك الناس اللي عندهم هاي العادة عن جد يحاولوا يلاقوا سبب ليبطلوها. وبالنسبة إنه أنا أظافري هيك هلأ طبعا رح أقولكم شو بعمل، ما بجلي والله العظيم هذا الحل، إنه الأظافر ما تتكسر وما، لأنه أنا بس انجليت بلاقي واحد شرخ من هون بده يضطر يعمل هيك. فمسلمة هذا الجلي لأختي بصراحة، يعني أنا الحمد لله ما بجلي، بستلم شغل البيت. بس والله هاي قصتي مع قدم الأظافر، الحمد لله اللي خلصنا من هالعادة. وعلى فكرة أنا بعرف إنه ممكن بعدين أرجع على، بس بعدين رح أرجع بطلها، يعني عادي بنرجع نبطل هيك لحد ما الله يفرجها. بعرف إنه هاي العادة ما أنا سهلة، عن جد ما أنا سهلة. أنا أصلا والله العظيم كان عندي إياها بشكل غير مباشر، يعني غير، يعني ما كان تلقائي، يعني ما كنت أحس بحالي فعلا بكون مثلا متوترة بالامتحانات أو في شي عم فكر فيه كتير، ما بحس اصلا وانا حاطه ايدي بتمي، ما بحس. فهي والله شي غصب عننا. هلا في كتير ناس ما بتفهم هذا الشي، بالذات اللي ما عندهم هاي العاده كان بينتقدوا كتير، ولكن انا حاسه فيكم وبعرف انه الموضوع مو سهل، بس فينا نغيره، فينا نبطله، وكتير حيفرق. يعني هي اصلا عاده كتير سيئه، ممكن تنقلنا بكتيريا وشكل اظافرنا ما بكون ما حلو. بصراحه كتير فرق بثقتي، يعني هيك كل ما اطلع على شكل ايدي كتير بنبسط. ف يعني ليش لا. باي.